طبعا شكلها بيتكلم عن نفسه، يعني شكل، طعم وريحة حاجة كده يعني من الآخر. تعالوا بقى أقول لكم أول أوردر ليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الهريسة الدمياطي على أصولها بطريقة سهلة وبسيطة. هقولك ازاي ما تحجرش منك، وهقولك كل المعلومات اللي تفيدك وتطلع معاكي الحاجة مظبوطة وزي الفل. زي ما انت شايفة كده معايا نص كيلو سميد من السميد بسبوسة. السميد عادي اللي بيكون موجود عند العطار، ما تجيبيش الاكياس اللي بيكون فيها جوز هند وبيكون فيها سكر والحاجات دي، لا ما تجيبيهاش. هاتي سميد ساده، دي سميد من عند العطار. هتجيبي لي كده نص كيلو ما يعادل 500 جرام، وهنحط على النص كيلو دول ربع كوبايه كده من جوز الهند. ولو والسميد يعني دقيق السميد بتاعك ما تجيبهوش ناعم، يعني هتلاقيه خشن شويه. هنحط عليه نص كوباية من جوز الهند وهنقلب كويس جدا، وهنحط عليه 75 جرام سكر، وال75 دول بيعادلوا معلقتين ونص سكر. هي مروة معلقتين ونص بس، أيوة معلقتين ونص بس سكر. السكر لو كتر منك على الخليط ده الهريسة بتاعتك هتنشف وهتحجر، والهريسة بطبعها بتكون شديدة شوية. أما البسبوسة طبعا بتكون يعني هي بسبوسة بقى بتكون طرية وبنعجنها بسوائل وكل الكلام ده. إنما اللي احنا هنعمله النهاردة ده مفيش سوائل إلا السمنة اللي احنا مستخدمينها بس. مش هنحط لبن ومش هنحط زبادي ومش هنحط كل الكلام ده، لأن هي دي طريقتها المظبوطة. هنعمل ايه بقى؟ حطيت المعلقتين ونص سكر، قلبتهم كويس جدا مع ربع كوباية جوز الهند مع نص كيلو من السميد، وهحط 3/4 كوباية من السمنة البلدي. ولكن لو مفيش عندك سمنة بلدي تقدري تستخدمي اي نوع سمنة انت بتفضليه. وطبعا ويعني احنا متفقين ان هريسة دمياط او البسبوسة بتاعت دمياط او كل حلويات دمياط بصفة عامة بتكون ما شاء الله، بتكون الجودة بتاعتها عالية. او يعني الكواليتي بتاعهم بيكون حلو وعالي بسبب طبعا استخدام السمنة النظيف او السمنة البلدي او كل الكلام ده. ولكن انت لو مش عندك السمنة البلدي تقدري طبعا تعملي بأي نوع سمنة عادي، مفيش أي مشاكل. بس أنا بعملها النهاردة يعني بحذافيرها علشان تكون نسخة كده طبق الأصل من اللي احنا بنشتريها من بره، ما يكونش فيه أي فرق. هعمل ايه بقى بعد ما حطيت 3/4 كوباية السمنة دي؟ هبس الهريسة بتاعتي، مش هعجن يعني، هخلي كل شوية سميد او شوية دقيق متغلفين بالسمنة. يعني شوفوا انا بجيب من فوق ومن تحت. وطبعا نصيحة مني ما تعملوش في بولة صغيرة زي كده، هاتوا بولة كبيرة شوية عشان تقلبوا براحتكم. طبعا بايدي يا جماعة ما ينفعش، يعني ما ينفعش في الوقت ده كده البس جوان، اعمل بمعلقة او كل الكلام ده. ولكن انت لو عندك جونديات تقدري تلبسي وتشتغلي، بس لازم اشتغلها بايدي كده علشان احس قوامها وملمسها. زي ما انتم شايفين انا لما بضغط عليها بتضغط بسيط. دي يا جماعه مش هنحط لها سوائل، يعني احنا بعد ما بسناها كده بالسمنه مش هنحط لبن ومش هنحط ميه ومش هنحط اي سوائل خالص. هي دي كده تمام العجينه وزي الفل. تمام. المكون بقى الاساسي بتاعنا كده هو معلقه واحده من جيلي الكراميل. جيلي الكراميل ده عند اي محل مستلزمات حلواني، يعني لو جبت شويه ب5 جنيه كده او ب10 جنيه هيعملوا معاك الوصفه وهيفيدوا كمان. تمام. انا هاخد بس معلقتين كبار من الكراميل كده. وفايده الكراميل ده ايه؟ بتديني لون حلو قوي للبسبوسه من بره ومن جوه. اسفه للهريسه، بتديني لون حلو قوي للهريسه من بره ومن جوه وبيكون حلو، وهو ده السر في اللون. ولكن لو انت ما عندكيش طبعا تقدري تشتغليها زي ما احنا حطيناها كده وحطيناها وتحطيها في الفرن. بس تقدري طبعا تستبدليه بمعلقه كبيره من عسل الجلوكوز اللي هو اللي احنا بنجيبه كده بنستخدمه في الشربات او في الحلويات الشرقي. تمام. دهنت الصينية بقى بتاعت السمنة، ودهنتها سمنة كويس جدا، يعني شوية حلوين كده علشان طبعا الهريسة تتكرمل من بره ومن جوه وتاخد القرمشة وتاخد اللون الحلو اللي احنا بايه بنبقى نشوفه ده. هبدأ بقى افردها كده الاول بايدي علشان احاول اشوف سمك الهريسة بتاعتي كلها قد بعضها ولا لا. وبعد كده هبدأ أضغط طبعا الهريسة علشان ناخد هريسة مظبوطة كويس جدا والخرطة كده يعني ماسكة نفسها ومش مفرولة ولا مهربدة ولا كل الكلام ده. هنضغط كويس جدا. انا ببطط كده بايدي. طبعا ايدي طبعا ايه بكون حاسه كده وانا ماشيه في حته مثلا عاليه وحته واطيه كل الكلام ده هبدا بقى ان انا اشيل كده يعني من النص واحطه في الاطراف في الحته الواطيه. يعني كده ايد الواحد ميزان زي ما بيقولوا. تقدري بقى تظبطي كده علشان الصينيه تطلع كلها سمك واحد. تقدري بقى تستخدمي لوش الصينيه الجميله بتاعتنا دي، تقدري تستخدمي
بندق او تقدري تستخدمي لوز. انا بقى مستخدمه بندق لان طبعا بيكون برضو بتيجي بالبندق وبيكون طعمها في منتهى الجمال، فانا استخدمت بندق. ولو جبت برضو ب20 جنيه بندق كده هيعمل معاكي الصينية برضو، وهتقضي الغرض لو انتي عايزة تطلعيها بالظبط، وحاجة حلوة للأولاد. ويعني يعني يعتبر يا جماعة مفيش فيها تكلفة قوي إلا السمنة، ولو مش متوفر سمنة تقدري تعمليها بسمنة عادية برضو، وهتديكي طعم في منتهى الجمال. أهم حاجة مادام الحاجة معمولة بنفس حلوة كده وانتي داخلة المطبخ كده وعايزة تعملي حاجة حلوة، والله لو عاملاها بإيه برضو هتطلع، هي هتطلع حلوة، يعني هتطلع حلوة. تمام. كل الحاجات دي سهلة بسيطة مش بتاخد وقت خالص. هبدأ بقى ان انا اضغطها بقى بالحلة كده بتاعتي او بحاجة تقيلة، علشان بس تمسك كده في بعضها وتديني شكل متناسق كده ومظبوط، والبندق يلزق فيها، ولما اجي احط الشربات ما يروحش مني كده يمين وشمال وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. الهريسة طلعت من الفرن كده لسه ما حطيتش الشربات، والبندق ماسك فيها ما شاء الله، لا راح يمين ولا راح شمال ولا كل الكلام ده، طبعا بفضل الضغطة بتاع الحلة اللي احنا ضغطناها. السيرب بقى انا اسفة ان هو ما جاش في يعني ما صورتوش في الفيديو، ولكن هو سيرب تقيل، يعني هنحط كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية، 7 دقايق على النار، عدي على التليفون بالظبط 7 دقايق وارفعيه من على النار على طول. تمام. ال- الشربات الشربات او السيرب بتاع الهريسة بيكون تقيل، بيكون تقيل كده زي ما انتوا شايفينه، زي شربات الكنافة وشربات الجلاش. تمام. هبدأ بقى احط كده سرسوب بسيط قوي على كل ونخلي بالنا الحتة اللي مش هيجي عليها شربات هتبقى ناشفة معانا ومعضمة، علشان معلومة يعني علشان تحاولوا ان الشربات يكون متوزع في جميع انحاء الصينية بالتساوي، علشان ما تنشفش مني ولا تعضم ولا كل الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده، لان طبعا لو نشفت هتكون خسارة السمنة اللي اتحطت فيها، وطبعا تكلفة. فنحاول يعني ندقق على ادق التفاصيل علشان الحاجة تطلع حلوة كده ومظبوطة وناجحة من اول مرة، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونطلع احلى من كده بكتير. زي ما انتم شايفين بقى هقطعها بقى معاكم. انا يعني حطيت عليها السيرب وحطيت عليها اكياس كده من التلاجة وسبتها شوية برضو تهدى، والدنيا تتظبط كده. بصراحة انا برضو عايزة، يعني عايزة ادوق الطعم. فانا قطعت لي كده حتة يعني ودقتها، والحمد لله يعني النتيجة يعني كما يجب ان تكون، يعني مظبوطة قوي، والسكر بتاعها مظبوط قوي، والقوام مظبوط، طرية ناشفة، فيها كل الحاجات اللي بتجمع كده الحاجات الحلوة اللي احنا بنحبها دي. شوفوا عاملة ازاي، شوفوا اصلا الشدة او الاستكة اللي فيها من جوه من الشربات المظبوط ومن طريقة الشغل المظبوطة وكل الكلام ده. جميلة جدا وسهلة وطعمها في منتهى الجمال، بجد بجد حاجة كده، يعني ريحتها كانت مالية البيت، وشكلها حلو وحاجة مشرفة قدام ضيوفك بقى، او لو هتطلعيها اوردر كده، يعني حاجة كده ما شاء الله اللي هيدوقها من ايدك مش هيدوقها من اي حتة تانية، وطبعا على ضمانتي. لو انتوا بقى حابين تزودوا السمك شوية، يعني تكون تخينة شوية، طبعا تقدروا تصغروا الصينية. لو انتوا عايزينها تخينة شوية زي ما قلت تقدروا تصغروا مقاس الصينية او تضاعفوا المقادير في نفس الصينية برضو. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وانا اسفة على التأخير عليكم بقالي فترة ما بظهرش. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.